ويلكم يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. في الفيديو ده هتكلم معاكم ازاي كنت بذاكر في رمضان في ثانويه عامه، ازاي كنت بنظم وقتي فيه، ازاي لميت كل المتراكم عليا حرفيا في رمضان، ازاي كنت بذاكر اكتر من 10 ساعات في اليوم، واقول لكم روتيني بالتفصيل الممل، ازاي كنت برضو محافظه على العبادات، بصلي وبصوم وبنزل اصلي التراويح. كل الحاجات اللي قلتها لكم دي هجاوبكم عليها في فيديو النهارده. بس قبل ما تشوفي الفيديو ما تنساش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عندكم اي استفسار بخصوص ثانويه عامه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هجاوبكم عليها الفيديوهات الجايه. رمضان في ثالثه ثانوي هيبقى رمضان الوحيد اللي مش هتنسوه طول حياتكم، عشان ببساطه هتضطروا تضحوا بشويه حاجات بتحبوا تعملوها في رمضان لاجل ثالثه ثانوي. يعني مثلا هتاجلوا الخروجات، مش هتخرجوا مع اصحابكم، مش هتفطروا مع قرايبكم، الحاجات دي كلها هنضحي بيها في سبيل ثالثه ثانوي. بس صدقوني رمضان ده هيرجع لكم نشاطكم تاني، عشان معظمكم ده لو ما كانش 99% منكم فقد شغف المذاكره خلاص، وروتين المذاكره الممل اللي ماشيين عليه طول السنه، بتصحى في الوقت الفلاني وبتنام الوقت الفلاني، الدرس، الحاجات دي كلها هتتغير في رمضان وهيبدل لكم حياتكم. تنبيه صغير عايزه اقوله لكم، دلوقتي لازم نعرف نتحكم في نفسنا في رمضان. يعني مثلا نبعد عن المشتتات والمتع اللي بتحصل في رمضان، زي الخروجات، زي المسلسلات، زي مثلا انك تخرج مع اصحابك، تتفرج على مسلسل مع العيله، الحاجات دي كلها لازم تبعدوا عنها تماما. ودايما صبروا نفسكم ان رمضان الجاي ان شاء الله هتعملوها وانتم محققين حلمكم. اول حاجه نتكلم فيها بخصوص رمضان وهي العبادات، ودي اهم حاجه اصلا المفروض تعملها في رمضان، من صيام، من صلاه، من قران، من تراويح، من الحاجات دي كلها لازم تستغل رمضان اعظم استغلال. لان انت لو معرفتش تظبط وقتك في العبادات والحاجات دي صدقني مش هتعرف تظبط وقتك في المذاكره. اول حاجه الصيام، احنا لازم نصوم كل رمضان ان شاء الله، الا اذا وجود عذر قهري او مريض جدا او اي حاجه من الحاجات دي، فاحنا بنفطر في الايام دي، غير كده ما ينفعش تفطر لاي سبب من الاسباب. رقم اتنين الصلاة، لازم تصلي الصلاة في ميعادها في رمضان. ما تقولش مثلا مخلص الدرس الفلاني وبعدين اقوم اخلص الحته الفلانيه هسمع بقيه الفيديو هقوم اصلي، لا، المؤذن اذن، سيب المذاكره وسيب كل حاجه في ايدك وروح صلي. رقم ثلاثة القرآن، لازم نختم القرآن مرة واحدة على الأقل في شهر رمضان. يعني مثلا ممكن أقول لكم طريقة تختموا بيها، ممكن تقرأوا بعد كل صلاة 5 صفح، أو طريقة تانية تختموا بيها إنكم تقرأوا الجزء على مرة واحدة من فترة العصر للمغرب. هتقول لي من العصر للمغرب؟ هقول لكم دلوقتي في روتين المذاكرة لي خاصة من العصر للمغرب. نيجي بقى لصلاة التراويح، سواء ولد أو بنت انزلوا صلوا التراويح في المسجد، شعور حلو جدا هيحسسكم ببهجة رمضان والأجواء والحاجات دي كلها، وتخرجوا من ضغط المذاكرة لو قاعدين بتذاكروا طول اليوم والكلام ده. وجماعة هي بتيجي مرة واحدة في شهر واحد في السنة، يعني بجد ما تضيعوهاش، وبجد هتنظم لكم وقتكم زي ما هقول لكم دلوقتي. ندخل بقى دلوقتي على روتيني في المذاكرة في رمضان، ازاي كنت بذاكر في رمضان اكتر من 10 ساعات، ازاي لميت القديم مع الجديد، ازاي ما كانش متراكم عليا حاجة خارجة من رمضان، حرفيا مش متراكم عليا حاجة، ومش هتحسوا ببركة الوقت في رمضان غير لما يخلص، فاستغلوا رمضان كويس جدا يا جماعة. اول حاجه في روتين مذاكرتي في رمضان كنت مقسمه يوم الفترات، مش سايباه كده وخلاص، يعني من الفتره دي للفتره دي هعمل ايه، ومن الفتره دي للفتره دي هعمل ايه. يعني اول حاجه نبدا من فتره المغرب للعشاء. من المغرب للعشاء احنا لسه فطرانين، بطننا تقيله، دماغنا صداع، مش قادرين نتحرك، الحاجات دي كلها. فانا كنت بستغل الساعتين اللي هي من المغرب للعشاء دي اقعد مع اهلي شويه، ابعد عن ضغط المذاكره، ابعد افصل دماغي شويه عن المذاكره عشان اعرف اكمل تاني، فكنت بقعد معاهم شويه. بس لو لقيت نفسي بقى عندي تأنيب ضمير، انا في ثالثه ثانوي ازاي هفضل قاعده حاسه ان انا عايز اقوم اعمل حاجه، ما كنتش بذاكر في الفتره دي. الفتره دي كنت بحل فيها، يعني مثلا عندي انجليش عايزه احله، فرنساوي، عربي، برضو بحل حاجات سهله، مش هروح اجيب كيمياء وفيزياء احل فيه، لا كنت بجيب الحاجات اللي هي سهله احلها وكده عشان مبقاش قاعده فاضيه. نيجي بقى لفتره من العشاء لبعد العشاء. اول ما العشاء تأذن، انت لو كنت قاعد مع اهلك بتتكلموا، او كنت مثلا بتحل، او ايا يكن كنت بتعمل ايه في الساعتين دول، هتقوم تسيب اللي كنت بتعمله وتقوم تصلي العشاء في المسجد وتصلي التراويح في المسجد. يعني هتصلي العشاء والتراويح في المسجد سواء بنت او ولد، بنبه تاني. وبعدين بعد ما تيجي من صلاة العشاء، هي بتبدأ حوالي 8 تخلص 9 في الحدود دي. من الساعة 9 بقى أول ما تروح البيت هتخش تنام. طبعا هتلاقي أهلك بيتفرجوا على المسلسل وانت عندك مذاكرة ومفروض تخش تنام، وقرايبك جايين لكم، الناس بتحتفل والعيال بتلعب صواريخ تحت، وبجد انت تبقى في حاله بائسه جدا. بس لازم تظبط دماغك وتظبط نفسك انك في سنه مهمه وعندك حلم وهدف عايز تحققه، مش زي اللي قاعدين يتفرجوا على المسلسل. كنت ببقى متضايقه على فكره ان اهلي قاعدين يتفرجوا بره وقاعدين بيعيشوا رمضان والاجواء دي، بس كنت بصبر نفسي دايما ان السنه الجايه ان شاء الله هكون محققه حلمي زي السنه دي ان شاء الله، رمضان داخل وانا مبسوطه في الكليه اللي فيها وقاعده سعيده، ومش هبقى عندي ضغط مذاكره، مع ان عندي ضغط مذاكره اكتر من ثانويه عامه، بس اللي هو خلاص انا عايشه حلمي.
نرجع بقى لموضوعنا الاساسي، وهو انك هتنام من الساعه 9 لحد الساعه 3. من الساعه 9 للساعه 3 6 ساعات نوم كافيين جدا تنامهم في الفتره دي في ثانويه عامه. وبالتالي برضو انك نمت بالليل فجسمك هيستفاد من النوم بتاع بالليل، واكتسبت طاقه تصحى عندك نشاط، مش هتبقى عايز تنام تاني، تنام بالليل ونام مستريح 6 ساعات. طبعا هتصحى قبل الفجر برنج ساعه او ساعتين. هتعمل ايه فيهم؟ هتصلي ركعتين قيام ليل، تقرا صفحه قران، هتتسحر وهتقعد تذاكر في الفتره دي لحد الفجر. دلوقتي بقى نعتبر ان الفجر اذن، هنقوم نصلي الفجر، هنقرا اذكار الصباح، نقرا سوره ياسين. كنت بقرا دايما سوره ياسين بعد صلاه الفجر، عشان بيقول لك اللي بيقرا سوره ياسين بعد صلاه الفجر قضي الله له 40 حاجه من حوائج الدنيا. فاقراوها كويسه يا جماعه. طب مش عيب دلوقتي نفضل قاعدين نتفرج على الفيديو وما عملتوليش لايك؟ والله لسه جايه من عند دكتور الاسنان وحاشيه درسي ومش قادره افتح بقي، بس قلت اما اعمل لكم فيديو بجد، لانه الفيديو ده مهم جدا تسمعوه الفتره دي. اعملوا لي لايك يلا. نيجي بقى لاهم فتره في اليوم في رمضان، وهي من الفجر للظهر. الفتره دي كنز يا جماعه بجد لو استغلتوها صح. انتوا بتكونوا لسه اكلين شاربين، مش جعانين، مش عطشانين، مش عايزين تروحوا التويليت، مفيش اي مشتتات حواليكوا، اهلكوا نايمين، الناس في الشارع نايمه كانوا مسهرين للفجر، العيال اللي بيفضلوا يفرقعوا صواريخ نايمين، كل الحاجات دي مش موجوده، مفيش غيرك انت وكتابك ومذاكرتك. ودايما نفتكر ان المذاكره دي عباده، انت برضو بتذاكر في رمضان بتاخد عليها حسنات اكتر، لان انت بتعبد ربنا بمذاكرتك دي. بتذاكر عشان مثلا تنفع الناس، ترضي ربنا، تفرح اهلك، كل الحاجات دي عباده وبتاخد عليها ثواب. دايما خليكم حاطين برضو نيه المذاكره دي. عايزه اقول لكم حاجه قد الفتفوته كده اهو قبل ما تكملوا الفيديو. طبعا الروتين اللي انا بحكي لكم ده والله واقع تجربتي. رمضان اللي فات ثانويه عامه كنت بعمل كده بالتفصيل الممل، بس عايزه اقول ان انا مش اغلب الايام، او احنا عامه في ثالثه ثانوي مش اغلب الايام بقى اللي يقول لكم انا كنت بصحى اذاكر الساعه 7 من 7 ل 7 وبذاكر كل يوم وبنام في الوقت الفلاني وبصحى الوقت الفلاني. احنا مش كده طول السنه او طول الشهر. يعني مثلا بقول لكم من الفجر للظهر انا قاعده بذاكر 7 ساعات، ومن الساعه 9 لحد 3 انا نايمه. مش كل يوم كان كده، كان في ايام بتبوظ مني وايام ما بنامش كل الفتره دي، ان ايام بنام اكتر اقل، ايام ما بذاكرش ال10 ساعات اللي بقول لكم عليها. ده احنا مش روبوت عشان نعمل الحاجه دي كل يوم ويبقى عندنا نفس الطاقه والحماس والشغف ان احنا نكمل، بس كنا بنزق نفسنا. فما حدش بقى يعمل الروتين ده مثلا ويقوم رايح مثلا نام في يوم، او الروتين باظ يومين 3 منه فلا كده مقصر. لا انت مش مقصر، انا كنت بعمل كده. يعني مثلا من فتره الفجر للظهر دي انا بقول لكم تذاكروها، هي 7 ساعات كنت بذاكرها اغلب رمضان. بس احيانا اهلي دخلوا ناموا، الناس في الشارع ساكته، مفيش اي صوت حوالينا، كل العالم يدل على الهدوء والاسترخاء. كنت بقوم جايبه كتب وقاعده في الصاله على الركنه وقاعده اذاكر. فجاه اهلي يصحوا الساعه 8 9 7 يلاقوا مريم نعسانه والكتب مفتوحه وانا نايمه. يعني مش ببقى قاعده صاحيه ومركزه، لا مريم نامت خلاص، سقطت يا جماعه مش قادره اكمل. فدايما مش منتجين طول الوقت، وما تحسوش بالتقصير والذنب يا جماعه، بجد كلنا كده وكلنا بنفقد الشغف وبنضيع وروتيننا بيبوظ، بس بنقوم تاني ونكمل وما نضيعش بقيه الايام اللي بعده. نكمل بقى الروتين بتاع المذاكره. من الظهر للعصر كنت برضو ببقى قاعده بذاكر، بس بذاكر الحاجات اللي انا بالنسبه لي سهله او مش هتاخد مجهود مني او تفكير. كنت مثلا بذاكر عربي، انجليزي، بذاكر احياء لان انا بحب الاحياء مثلا، فكنت بحلها مش بتاخد مني تفكير او حاجه. الحاجات اللي بالنسبه لي سهله واعرف اذاكرها، لان في الوقت ده احنا بدانا نجوع، بدأنا نفكر امنا طبخه ايه على الفطار، بدأ الناس تصحى، بدأ يبقى فيه مثلا مشتتات، الناس بتتكلم، الحاجات دي. فكنت بذاكر الحاجات اللي بالنسبه لي سهله او اعرف احلها وما تضيعش تركيزي او كده. ندخل بقى على الفترة ان هي من العصر للمغرب. الفترة دي من اصعب الفترات في اليوم كانت بالنسبة لي. يعني مثلا خلاص بقى انا جعانة عطشانة بفارغ الصبر قاعدة بستنى المغرب يأذن علشان اروح اكل، مفيش اي اوبشن تاني في دماغي غير ان انا جعانة وعايزة اكل. فكنت مثلا اقوم جايبة الورد اللي عليا في القرآن، افضل قاعدة اقرأ فيه سواء جزء اكتر حسب ما انا حاطة لنفسي، افضل قاعدة بستغفر ربنا شوية، قاعدة بقى احل. الفترة ان هي برضو انا مش هعرف اذاكر، انا بفكر في الاكل، فكنت بحل مثلا شوية فرنساوي، انجليش، بذاكر لغات. يعني انا ممكن اذاكر بس اذاكر لغات لان مش محتاجه مجهود مني. يعني مثلا فرنساوي مش محتاجه ان انا قاعده بقى افكر في المعلومه وجت ازاي، لا كنت بذاكر فرنساوي، انجليش، بحل قطع عربي، الحاجات دي، بذاكر القصه، اي حاجه بقى مش هتاخد مننا مجهود او وقت كنت بذاكرها في الفتره دي، لان الفتره دي انا بكون جعانه جدا، وانتوا اكيد هتبقوا جعانين على فكره، بس عادي يعني. ودلوقتي خلصنا الروتين بتاع المذاكره بتاعي في رمضان، يا ريت تكونوا استفدتوا منه وتقدروا تعملوه.
وبجد بجد انا ما كنتش بعمل كل الحاجات دي كل يوم، بس كنت بعملها اغلب رمضان. عشان انتوا مثلا هيجي عندكم مثلا يوم تناموا بالنهار، يوم الناس معزومه عندكم فما تذاكروش، يوم قررت تتفرج على مسلسل مع اهلك. ممكن الحاجات دي بتحصل، انا كانت بتحصل معايا عادي. كنت مثلا يوم افكس للمذاكره وافكس للنوم وافكس لكل حاجه وقاعده اتفرج على المسلسل. يوم بخرج مع اصحابي، يعني مش كل الايام، بس كنت مثلا ازوغ يوم كده اخرج اتفرج على المسلسل. مش على طول منتجه وعلى طول قاعده بذاكر عشان ما تحسوش بالتقصير، بس يعني الاغلب كان ده الروتين اللي بعمله. اقول لكم حاجه برضو، انا كنت اونلاين من اول السنه لاخر السنه، فبالنسبه لي ما كانش في وقت كتير بيضيع في رمضان ان انا نازله السنتر قبله بساعه او بعد السنتر بساعه لما روحت، او في تضييع للوقت عامه. كنت عارفه انا مراكمه ايه اللي عليا في المتراكم، المستر ده هيشرح ايه زياده انا محتاجه اخلصه، كنت مرتبه وقت لنفسي. فبجد بجد لو هنصحكم نصيحه، تعرف تاخدوا في شهر رمضان ده اونلاين، لو حتى مش كل المواد، يعني مثلا 3 مواد 4 مواد والباقي انزلوها عادي، ففكره كويسه جدا، هتوفر عليكم وقت، هتحسوا بجد ان انتم منجزين، في بركه في الوقت. مش معنى كلامي ان انا كنت اونلاين فانسى اللي بينزلوا دروس وما اعمل لهمش روتين للمذاكره في رمضان، لا، عامله لكم روتين مستوحى من الروتين اللي انا كنت بعمله. هقوله في ثانيتين. اول حاجه في الروتين بتاعكم الفتره اللي هي من المغرب للعشاء، الفتره دي انتوا تعملوا نفس اللي انا قلت عليه في الروتين بتاعي اول الفيديو. من بعد بقى ما تصلي العشاء والتراويح هتيجي على الساعه 9 هتنام لك ساعتين 3، يعني مثلا تنام من الساعه 9 للساعه 12، تصحى من الساعه 12 لحد الفجر هتفضل قاعد تذاكر حوالي 3 4 ساعات. طبعا بقى دلوقتي نعتبر الفجر اذن، انت قمت رحت صليت الفجر، هتقعد تذاكر من بعد الفجر لحد اول درس ليك برضه حوالي ساعتين 3، هتبدا درس على الساعه 8 ولا حاجه، فانت كده في رينج معاك 8 ساعات مذاكره. دلوقتي بقى انت خلصت الدروس بتاعتك، مثلا بدات 8 خلصت على الساعه 12 واحده ولا حاجه، لما تيجي من الدروس اقعد ساعتين ولا حاجه، حل على الحاجات اللي انت خدتها، راجع عليها مراجعه بسيطه، لان انت اكيد زمانك هبطان مش زي اللي قاعد اونلاين في البيت. دلوقتي بقى خلاص انت خلصت الدروس، ذاكرت ساعتين بعد الدرس، سواء ذاكرت الحاجات اللي خدتها في الدرس او حاجه متراكمه عليك، هتبقى مثلا الساعه جت 3 ولا حاجه، فانت هتنام الساعه 3 لحد المغرب، كده قدامك حوالي 3 ساعات او 4 ساعات مع الثلاث ساعات اللي انت نمتهم بالليل، فخلاص كده انت نمت زي الاونلاين بالظبط. وذاكرت برده بمعدل 10 ساعات، 8 الصبح وساعتين دلوقتي، فانت ذاكرت 10 ساعات زي اللي قاعد في البيت. طالما بقى انتوا قاعدين تتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي، فان شاء الله الفيديو الجاي هيكون ازاي كنت بذاكر كيمياء في ثانويه عامه، ازاي جبت فيها درجه كويسه جدا، ازاي برغم صعوبه الامتحان انه كان صعب جدا وكان كله طالع يعيط، بجد انا كنت مروحه عادي جدا، ولكني كان صعب، انا ما عرفتش اللي هو صعب اصلا غير لما انا والله روحت البيت ولقيت الدنيا كلها امي عملت ايه في الامتحان، السوشيال ميديا كلها مقلوبه، امتحان الكيمياء صعب، وانا اللي هو امتحان صعب ايه. بجد في كتير جدا سألنا على الكيمياء، ان شاء الله الفيديو الجاي. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عندكم اي استفسار بخصوص اي ماده او اي حاجه عايزين تعرفوها في ثانويه عامه اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم في اقرب وقت.